بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معشر المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في برنامجنا خير الهدي عليه نتربى لنعيش عيشة يرضى الله عنها سبحانه وتعالى، نسعد بها في الدنيا والآخرة. وفي هذا اليوم سوف نتحدث عن بهجة القلوب وثمرة الفؤاد، أطفالنا الذين هم أكبادنا، كما قال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اعتنى نبينا صلى الله عليه وسلم بالأطفال تعليما وتربية، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعلمهم ويربيهم، وأنه أيضا يعيش معهم بحسب أحوالهم وأعمارهم، فيلاطفهم ويحن عليهم ويمازحهم ويسليهم حتى يأخذهم إلى الخير والهدى. في لقائنا اليوم سنأخذ نموذجا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدلنا على هدي كان عليه في التعليم. فقد جاء في سنن الترمذي حديث صحيح، وكذلك في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم ينادي عبد الله بن عباس وهو صغير بقوله له: يا غلام. والغلام هو الصغير الذي دون البلوغ، وفي هذا من التلطف في أخذ التوجيه له حتى ينبهه وحتى يجعله متنبها لما يلقي عليه من التوجيه ومن التربية ومن التعليم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هنا يؤصل نبينا صلى الله عليه وسلم معاني التوحيد ويقرر معاني العقيدة منذ النشأة، وذلك أن من شب على شيء شاب عليه، وأنه بقدر ما يعنى بهؤلاء الصغار وتعليمهم أحكام دينهم وعقيدتهم السمحة، هذا مما يؤصل فيهم ثقة بالله عز وجل والحسن الارتباط به. احفظ الله يحفظك. فبقدر ما يحفظ المسلم صغيرا وكبيرا الله عز وجل. وكيف يحفظ الله؟ يحفظ الله بأن يعمل بأوامره سبحانه وتعالى ويتبع ما أرشد إليه من العبادات، فيحفظ الله بالقيام بتوجيهات الله سبحانه وتعالى من الصلاة ومن الطهارة، من بر الوالدين، من الاجتناب ما حرم الله، كذلك من الأمور المحرمة. فيحفظ الله عز وجل كي يحفظه الله سبحانه وتعالى إن حفظه. فبقدر ما يكون المرء مع الله عز وجل مراقبا له، قائما بأمره، مجتنبا ما حرم الله عليه، أيا كان هذا المحرم مأكولا أو مشروبا أو ما ينطق به، فيحفظه الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فبقدر ما أنت مع الله فالله يكون معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا سألت فاسأل الله، وهنا التأكيد على عبادة سؤال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا تسأل الله يعلم الصغير إذا احتاج إلى أمر
لا يلجأ إلى غير الله عز وجل فيما هو من شأن عبادة الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله من رحمته، ويسأل الله من هدايته، ويسأل الله من مغفرته، ويسأل الله العفو والعافية. فيربط على هذه المعاني من العقيدة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهنا كذلك تأكيد لمعاني أبواب التوحيد وأبواب العقيدة. فإن استعان لا يستعين لا بمخلوق ولا بغيره، يحقق معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا لا شك أساس متين في توحيد الله عز وجل وفي صرف العبادة له وحسن الارتباط به سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله. فإن تقرر هذا وتأكد وثبت الإيمان وثبت التوحيد في نفس الناشئ، فلا شك هذا مما يجعله يواجه أمور الحياة بثبات وثقة من الله عز وجل، ويقين أن الله سبحانه وتعالى معه في أموره كلها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا يقرر لهذا الصغير أن ثقته بالله عز وجل لا يلتفت لا للمخلوقين ولا لأي أمر من أمور التي ربما تصرف إيمانه وتصرف توحيده. فما يأتي إليه من خير هو من الله عز وجل، سواء قام به الناس أو تركوه. فإذا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا أمر قد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، مكتوب ما يكون وما كان. فهذا مما يربط بالله عز وجل، ولا يلتفت الإنسان إلى المخلوقات وإلى تهديدهم ربما وإلى تخويفهم وإلى ما يمكن أن يفعلوه خيرا أو شرا. كل الأمر إلى الله عز وجل. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا يقتضي أن يكون كذلك الخوف من الله عز وجل والرهبة والخشية تكون من الله. فإن تقرر هذا الأمر السامي وهذا المعتقد الصحيح، لا شك مما يجعل بنية أبناء المسلمين للغد تكون بنية مؤصلة على المعتقد السليم وعلى حسن العبادة لله عز وجل وحسن التوكل عليه وحسن سؤاله وحسن الرجوع إليه سبحانه وتعالى، كما ذكر: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن كان الأمر كذلك فهذا مما حقيقة يجعل أبناءنا على ثقة بالله عز وجل، على لجوء إلى الله سبحانه وتعالى في تحقيق مرادهم وفي تحقيق مطالبهم وفي حسن استقامتهم وحسن توكلهم على الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم ينبغي أن ينتبه له المربون والمعلمون والموجهون، وبالأخص كذلك الأمهات والآباء، في ربط الأبناء بالتربية السليمة وربط الأبناء بالخوف من الله عز وجل لا من غيره، وربط الأبناء بالعقيدة وحسن السؤال لله وحسن كذلك المراقبة لله عز وجل. فخوفهم ينبغي أن يكون أن الله هنالك خالق سبحانه وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبقدر ما نربطهم بمعاني التوحيد ومعاني مراقبة الله ومحبة الله عز وجل والخوف من الله كذلك، وبحسن الظن بالله عز وجل أنه كلما فعل خيرا وكلما دعا الله عز وجل لبى له مطالبه وحقق له ما يرجوه، لا شك أن هذا من الخير الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وبالأخص الصغار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك ننهج نهج نبينا صلى الله عليه وسلم في تقرير وتأكيد التربية على المعتقد الصحيح وعلى العقيدة السليمة وعلى حسن الارتباط بالله عز وجل والخوف منه والسعي لإرضائه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهذا ما أحببنا في هذه الحلقة أن نؤكد عليه ونقرره، حتى إن شاء الله تعالى أبناؤنا يكونون على الجادة
وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لنا عودة إن شاء الله مع فلذات أكبادنا ومهج قلوبنا في لقاء قادم، لننظر أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصغار بالرحمة والرأفة والمحبة، وحتى أنه يعني يمازحهم ويعيش معهم في على قدر عقولهم، مما يجعلهم يحبون دينهم ويحبون نبيهم ويحبون إسلامهم العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.